وكاين عاوتاني اللي كيدير بحال هاد الخطأ هذا، بحال هاد الطريقة هادي. وكاين اللي في السجود كيحط يديه بهاد الطريقة هادي للأرض، ورجليه كيبقى كيحط وحدة فوق وحدة، وهما في الأصل رجليك خصهم يكونوا مجموعين. هكا كتصلي؟ كنصلي بحال هكا بهاد الطريقة هادي؟ لا، منجولهاش اصاحبي. واش زعما حياتك كاملة وانت بهاد الطريقة هادي؟ انا من نهار بديت كنصلي هي الصلاة ديالي يعني بحال هكا كنصلي. لا اسمح لي الاخ، عندك خطأ في الصلاة. واش عارف شنو قال النبي صلى الله عليه وسلم على هاد المسألة هادي اللي درتي بالضبط؟ يمكن ما عارفش. لا ما عارفش الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نسالتو كاملين الله يجازيك بخير. واخا اجي نعرفو كاملين الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في هاد المسألة هادي اللي شفنا دابا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى عبد لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المسلمين، لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. الله يجزيك بخير، شكرا بزاف. والله الا ما كنتش عارف، ودابا ان شاء الله نبدا نصحح صلاتي ونعاود هاد الصلاه هادي. شكرا لك بزاف. مرحبا سيدي. حنا كاملين في هاد الحياه كنتعلم شويه بشويه، ونتمنى من الله يتقبل منا. اذا نتمنى عجبكم الفيديو، وما تنساش تبارطاجي معايا، لان الدال على الخير كفاعله. ولا كنتي كتعرف شي واحد ما تنساش تصيفط له هذا الفيديو هذا. السلام عليكم.